السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير في عدد جديد من حلقاته على قناة السلام الفضائية. مرحبا بكم مجددا، وفي هذا العدد سوف نتحدث عن دور المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها في الإسلام، وسنتعرف أكثر عن حكايا نساء والصحابيات مع رسولنا الكريم، مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، وحيا الله متابعينك الكرام. أستاذة خديجة، أولا وفي البداية نريد أن نعرف كيف كانت المرأة قبل الإسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرأة في الواقع يعني قبل الإسلام أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعيش في وضع مزري جدا، يعني ليس لها مكانة على الإطلاق، حتى أنها لا تعد أنها كائن موجود في الحياة، فكانت توأد وهي صغيرة. وقصة الوأد هذه هي أساساً لأجل أن المرأة أساساً لا تقدم شيئاً لمجتمعها، لا من الحماية ولا الرعاية، فليس لها قيمة. فكانوا دائماً يفخرون بالأبناء الذكور ويشعرون بالعار من المرأة لما تجلبه أساساً من العار، لأنه أثناء المعارك يتم سبيها واستخدامها كجارية. وأيضا كانت المرأة تورث عندما يموت الرجل، فقد كانت تورث من ضمن المتاع الذي يورث للأبناء، ولم يكن لها حق في الميراث أيضا. فكان هذا الوضع أيضا من المواضع التي فيها ظلم شديد جدا للمرأة. وكانت أيضا المرأة لا تعد ذات قيمة حتى لو كانت متزوجة. كان يقوم الرجل المتزوج بالمرأة بتأجيرها أو باستبدالها مع امرأة أخرى، أو تأجيرها لرجل آخر، أو تأجير رحمها أيضا للحصول على النسل الأفضل يعني. فكانت المرأة تباع وتشترى. كانت البهائم أفضل حالا من المرأة لما تقدم هذه البهائم من فوائد لصاحبها. فكانت المرأة في هذا الوضع المظلم جدا تعيش كبضاعة أو كسلعة يتم تداولها أو بيعها أو شراؤها أو ربما وأدها أو دفنها وهي حية، فلم يكن لها تلك القيمة. بعض النساء في التاريخ يذكر أنه كان لهن قيمة، لكن هذا كان يرجع إلى المكانة الاجتماعية التي كانت عليها أو المنزلة المالية أو قبيلتها التي تنتمي إليها، وكان في الحقيقة هذا قليل جدا. لذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للمرأة أي قيمة أو أي اعتبار في الحياة. صحيح. وكيف ينظر الإسلام للمرأة اليوم؟ الإسلام أساساً عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أول شيء قام به هو كرم المرأة ورفع من منزلتها. فالمرأة في الإسلام هي عرض يجب أن يصان. معنى عرض يجب أن يصان معناها أن يقوم الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو ابنا أو أخا أو عما أو خالا أو جدا أو حتى رجلا غريبا، يجب عليه أن يقوم بحماية هذا العرض والمحافظة عليه من الضياع أساسا. فرفع شأنه على منزلتها وجعل لها نصيبا في الميراث، وحرم وأدها وكرمها. وأيضا في مسائل التزويج أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الإسلام أن يؤخذ رأيها ويكون له اعتبار وقيمة، وأعطى للمرأة حقها في ممارسة الحياة بشكل طبيعي جدا. فأحل لها وأباح لها بطلب العلم والعمل والتجارة والتكسب وممارسة الحياة كما يعيشها الرجل، لكن الرجل هو المأمور بحمايتها ورعايتها والقيام عليها. حتى لو أنها تزوجت وكانت غنية، مأمور الرجل شرعا أن ينفق عليها وألا يمس شيئا من مالها. كل هذا من باب التكريم ورفع شأن المرأة، وجعل الرجل هو الذي يقوم بحمايتها ورعايتها بالشكل اللائق بها. أستاذة خديجة، سمعنا أيضا الكثير عن قصص المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثينا عن بعضها. طبعا المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي كان لها إسهامات واضحة جدا وأثر واضح في المجتمع. فساهمت المرأة في أشياء كثيرة جدا. أبرز هذه الأشياء مثلا في أول عهد النبوة كان هناك المرأة التاجرة، وكان متمثلا في السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فقد كانت تعمل بالتجارة وترسل تجارتها إلى بلاد الشام وتمارس كل أعمالها التجارية بشكل كامل جدا. ثم ظهرت المرأة فيما بعد المرأة الطبيبة. فكانت عندنا السيدة رفيدة الأسلمية، كانت تقوم بتطبيب الجرحى في المعارك وممارسة الطب في المجتمع الإسلامي
ومعالجة النساء والرجال على حد سواء. فهذا أيضا دلالة على رفع شأن المرأة. وعندنا أيضا كانوا عندنا نساء يعملن في مجال الحسبة في الإسلام. كان عندنا السيدة أم المؤمنين الصحابية الشفاء بنت عبد الله، كانت تعمل في نظام الحسبة في عهد عمر بن الخطاب، حتى أنه كان يستشيره في بعض الأمور الإدارية وأمور السوق في ذلك الوقت. فكانت المرأة تمارس كل هذه الأشياء وتدخل في هذه المجالات التي كانت في قبل الإسلام حكرا على الرجل، إنما بعد الإسلام أصبحت أيضا المرأة تستطيع أن تمارسها كأعمال. وعندنا أعمال كثيرة جدا مارستها المرأة ولم ينكر عليها الإسلام هذا الأمر. فعندنا المرضعات مثلا، وعندنا في مجال التعليم أيضا وفي القتال شاركت المرأة أيضا في القتال، في الوقوف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في معاركه ضد الكفار. فكانت هذه المواقف والكثير من المواقف شاركت المرأة فيها عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده في بناء المجتمع الإسلامي. جميل. وإلى أي درجة أثرت هؤلاء النسوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا أن المرأة كان لها منزلة عظيمة جدا، لذلك لم يقلل من شأنها في الإسلام أنها امرأة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ببعض آراء نسائه. فكان في صلح الحديبية عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه يريد دخول مكة، وقام المشركون بإرجاعهم من أطراف مكة ومنعهم من الدخول إليها، وقد كانوا محرمين يريدون العمرة. فعندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة حسب الاتفاقية التي حدثت في ذلك الوقت، لم يستطع المسلمون قبول هذا الرأي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاطفيا فقط وليس مخالفة له. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث معه. فعندما دخل خيمته كانت معه في هذه الرحلة أم المؤمنين أم سلمة. فعندما أخبرها بما حدث في هذا الأمر أشارت عليه أنها قالت له: يا نبي الله، اخرج احلق واذبح أضحيتك وافعل دون أن تكلمهم شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ هذا الرأي منها وقام بتطبيقه عمليا دون أن يحدث الصحابة. فما كان من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رؤيته يفعل ذلك إلا أن قاموا بالتطبيق العملي لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وتحللوا من إحرامهم وعادوا. هذا موقف يسجل للمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النساء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكانت تأتي المرأة تسأل: يا نبي الله، إن الله لا يستحي من الحق، فتسأله سؤالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليها ويقول: هل رأيتم مقالة أفضل من هذه مقالة المرأة عندما تسأل وتطلب العلم؟ فكان هذه أيضا من الأشياء التي ساهمت فيها المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن كنا يطلبن أو يأخذن العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون بتعليمه للصحابة أو للنساء. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يأتين النساء يسألنها في أمور تخص النساء، وأيضا كانوا الرجال يأتون يسألونها في أحكام معينة في الإسلام أو مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كونها أقرب النساء إليه فكانت تجيبهم من باب العلم، وكانت تجلس لتعليم الرجال وتخريج الصحابة وتعليمهم الحديث والفقه وغير ذلك. فكانت النساء يؤثرن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤثرن في المجتمع الإسلامي، ولم يكن دورهن أقل من دور الرجال. جميل ما شاء الله. وبعض الأشياء التي ممكن أن نستفيد منها أيضا في هذه القصص، قصة كيف أنها تسأل في دينها وتبحث عن أجوبة للأسئلة. هناك الكثير من النساء حاليا يجهلن الكثير من أمور دينهن ولكنهن يستحين لكي يسألن في هذه الأشياء مع الأسف. مع الأسف الشديد، لأنه أصبح الواقع الحالي الأمور الدينية حصرا على الرجال، يعني يفتوا فيها الرجال في مواضع تخص النساء والرجال، وهذا بسبب أن النساء أساساً تراجعن عن مسألة طلب العلم. فأصبح هم النساء اليوم هو طلب المساواة للرجل في الحياة العملية وليس المساواة في طلب العلم. فإذا أصبح عند النساء خجل شديد جدا، وهذا الخجل أدى إلى جهلهم بأمور الدين، ما ترتب على ذلك جهلهم بأداء الشعائر التعبدية ضمن الضوابط الشرعية. صحيح. ودائما ما تكون المرأة تفهم أكثر المرأة في ناحية الأمور مثلا الفيزيولوجية، وأيضا التي تكون لها دخل في الأمور الدينية. فلا نجد كثير من مثلا العالمات التي يمكن الرجوع إليهن في الفقه والشريعة وغيرها من الأشياء.
فنجد دائما الرجال متصدرين في هذا الموضوع. نعم، وجزء من عملية الظلم الذي تشكو منه المرأة اليوم هو السبب الأساسي فيه، أنا في وجهة نظري يعني هي المرأة نفسها. لأن المرأة كلما عرفت ما لها وما عليها من حقوق وواجبات وما الذي يترتب عليها في دينها، وفهمت الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل الحقوق والواجبات ليس في العلاقة الزوجية فقط إنما في الحياة بصفة عامة، هذا يؤدي بها أن تكون أكثر معرفة في ممارسة العيش في الدنيا بشكل واضح وصحيح. لكن عندما تكون هي تجهل هذه الأشياء، يأتي الرجل ربما يستخدم بعض الأحيان بعض الرجال مثلا معرفتهم ببعض الأحكام الشرعية من أجل مصالحهم، فالمرأة لا تتوقع أبدا أنه قد يتم تحويل بعض الأحكام الشرعية أو التلاعب بها من أجل المصالح، فتقبل بها وتأخذها كأنها من المسلمات. فهذا الجهل أدى إلى ظلم المرأة. أساسا الجهل يصيب الإنسان سواء كان رجل أو امرأة بالظلم. لذلك في الإسلام دائما هناك حث شديد جدا على طلب العلم، وأمر شديد جدا بطلب العلم، وليس الاتكاء على الآخرين في ممارسة الشعائر، في ممارسة الحياة، في المطالبة بالحقوق وفي أداء الواجبات. إنما كل إنسان مكلف يجب أن يعلم ما كلف به. صحيح، وهذا ما لاحظته أستاذة خديجة، أن الكثير من النساء حاليا في الوقت الراهن يقولوا مثلا الإسلام ظلمني وحاشاه أن يفعل، الإسلام قلل من قدر المرأة، الإسلام لم يعطي حقوقها للمرأة مثل الرجل، الإسلام فضل الرجل عن المرأة. فهي فقط جهل في أمور الدين. لو فقط عرفوا ما أتى به الإسلام للمرأة ومقدار تكريمه وتشريفه للمرأة ما قالوا هذا الشيء. فيعني يريت أنه أي واحدة تشاهدنا الآن أن تبحث وتطلع عن أمور دينها لتجد أن هناك الكثير من الأشياء لها حقوق كثيرة جدا ورفع من قدرها الإسلام. فهذه نصيحتي لكل من تشاهدنا الآن. ما رأيك أستاذة خديجة في الموضوع هذا؟ والله هو هذا الأصل، يعني أن تبحث بدون أن تتهم الإسلام بشيء. الإسلام بريء من هذه الأشياء. إذا كان هناك متهم فهي المرأة بحد ذاتها. حتى أنا لا أتهم الرجل، أتهم المرأة بسبب أنها صدقت ما يقال واتبعت ما يقال دون أن تعمل عقلها، وصدقت أنها أقل شأنا من الرجل، في حين أن الإسلام عندما جاء رفع من شأنها وأعلى من منزلتها كونها أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو أي امرأة كانت، رفع من شأنها بشكل لا يمكن تصوره. حتى الغرب يعني يؤيدون هذا الكلام، يعني لم تحصل المرأة على حقوقها إلا عندما جاء الإسلام، لم تكرم المرأة إلا عندما جاء الإسلام. قبل الإسلام ليس في الجاهلية، حتى في الأمم التي كانت قبل ذلك، في البيزنطية، في الآرامية، في الفرعونية، المرأة لم يكن لها أي قيمة أو اعتبار، حتى أنه وصل يعني بشاعة الوضع أن المرأة عندما تلد أو يكون عندها أبناء، تخيلي أنه لا يصح في قبل الإسلام أن تجلس مع أبنائها وزوجها تتناول الطعام، إنما تجلس بعيدة عنهم حتى ينتهوا ثم تأكل بقايا أكلهم. فأي إهانة هذه! واقعنا الحالي الآن المرأة تعيش نفس الواقع قبل الإسلام، تعيش الظلم، تعيش القهر، تعيش الجهل، بسبب أنها تريد أن تنزع ثوب الإسلام عنها وتعيش في ثوب غير ثوبها، وتريد أن تعيش كملكة مكرمة، وهذا التزيين والتزييف طبعا. لذلك الأصل أن الإنسان يعود لبحث ما هو دينه أساسا. يجب أن نعرف ديننا، بماذا أتى، كيف أتى. لا ندعي ولا نتهم هذا الإسلام زورا وبهتانا، لأن هذه الكلمات وهذه الادعاءات وهذه الاتهامات سوف نحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها أساسا منبعها الجهل فقط وليس أكثر من ذلك. صحيح أستاذة خديجة، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة حقيقة في حق الإسلام، وهو المفترض أن يكون في كل أذن فتاة مسلمة تشاهدنا الآن ولتشاهدنا أيضا. ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ونعود لمواصلة حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، عدنا لكم بعد الفاصل في عدد جديد من برنامج قوارير، وفي حلقة المرأة في الإسلام كنا مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياك الله. حياكم الله. تحدثنا قبل الفاصل عن المرأة ودورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كرمها الإسلام. نريد الآن نذهب إلى نقطة المرأة
ودورها في الدعوة إلى الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لا نريد أن نحصر مسألة الدعوة إلى الله كما هو النموذج الحالي الموجود فيه، لأن الدعوة إلى الله هو أسلوب حياة تتبعه المرأة في حياتها والرجل في حياته، أسلوب حياة بسيط جدا. يعني ما هو الدعوة إلى الله؟ هو تطبيق الأحكام الشرعية في واقع الحياة ونقلها إلى الناس. هذه هي الدعوة إلى الله، وليس كما هو مفهوم الآن أنه أحمل دعوة الإسلام وأدعو غير المسلمين للدخول في الإسلام. قبل أن أدعو غير المسلمين للدخول في الإسلام يجب أن أبدأ أنا أساسا في تطبيق أحكام الإسلام حتى أكون نموذج لما أدعو إليه. فكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلنا الإسلام أول أمر قمنا به كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يترتب عليه الدخول في الإسلام. فكان في سورة في القرآن الكريم يعني يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. يعني تخيلي البيعة معناها الدخول في الإسلام، أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. هذه الأشياء عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في بيعة العقبة الثانية، كانوا بعض النساء التي ردنا الدخول في الإسلام استعجبن، هل تزني الحرة؟ يعني هل تمارس المرأة الحرة الشريفة العفيفة الزنا؟ الشريفة العفيفة معناها التي تتنأى بنفسها عن القيام بالفعل المنكر أساسا يعني. فكان من ضمن هذه الأحكام تعلمتها المرأة أن هذه الأشياء حرام وتوسعت في فهمها، لذلك قامت بتطبيقها على نفسها. فكانت بتطبيقها على نفسها وجد المجتمع الإسلامي ومارسته في واقع حياتها، فكانت تنكر على النساء من تخالف هذه الأوامر. وكنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويسألنه يا نبي الله يسألنه إن قد ذهب الرجال بالأجر، فكان يسألنا إذا ذهب الرجال بالقتال وإلى آخره فماذا نفعل نحن النساء حتى ننال أجر الجهاد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل رأيتم مقال امرأة أفضل من هذا؟ عندما سألها يعني لماذا ذهبوا بالأجر؟ قالت يقاتلون معك ويطلبون العلم معك ويجاهدون وإلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم علمها قال لها حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني قيامها بتدبير شؤون منزلها وتربية أولادها والحفاظ على نفسها ومال الزوج وعرضه وتربية أبناء التربية صحيحة يعدل ذلك كله، يعدل أجر الجهاد. فكانت المرأة تحرص على طلب العلم لنفسها هي أساسا وتطبقه بهذه الكيفية، فكانت بتطبيقها له تحمل هم الدعوة. وكنا النساء بعض النساء يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قتاله للكفار يقاتلن معه في الصفوف أو يداوين الجرحى أو يطببن المقاتلين أو يقفن في الصفوف الأمامية للمحافظة على عدم دخول الكفار أو اليهود أو المنافقين إلى المدينة المنورة كما حدث في معركة الخندق أو معركة الأحزاب. فكانت المرأة تساهم، لن تكن ترى نفسها أنها أقل من الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع النساء من المشاركة في الحياة العامة، سواء في طلب العلم سواء في الجهاد سواء في ممارسة الحياة، لم يكن يمنعهن من ذلك ضمن الضوابط الشرعية التي أتى بها الإسلام. ما شاء الله. وكيف كانت الصحابيات في الشأن السياسي آنذاك بعد ما شاهدنا أنه كيف كان يطالبن بالعلم ويجتهدن في الدعوة إلى الله بدعوتهن لأنفسهن والتزامهن بتعاليم الدين، ولكن هناك أيضا جانب سياسي، كيف كانت المرأة آنذاك؟ أساساً يجب أن نعرف ما معنى السياسة. السياسة معناها رعاية الشؤون، فكان كل المسلمين يقومون برعاية شؤون الأمة المسلمة دون ترك الأمر على أمر واحد. عندما في مرحلة ما عندما تولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخلافة وصعد في خطبة من الخطب الجمعة وأمر بتقليل المهور للنساء، خرجت امرأة ورفضت هذا الأمر أمام الملأ. لماذا رفضته؟ لأنه أساساً في الإسلام لا يوجد تخفيض للمهور ولا تحديد للمهور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذه المرأة أفقه من عمر، فكانت تصلح يعني من واقع الخليفة. أساساً إذا كان مثلاً إذا صدر أمر معين كانت تعترض على ذلك ولا ترجع لأحد، إنما لأنها عندها علم ومعرفة بالأحكام الشرعية فكانت تشارك، فكانت تمتنع أو تمنع هذا الشيء. فكانت المرأة تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أمور كثيرة جدا، سواء طلب منها أو لم يطلب كانت تدلي برأيها، لأنها ترى أنه من الأمانة
ومن أداء النصيحة للحاكم ولغير ذلك أن تقوم بقول ما تعرفه أو ما ترى أنه يتناسب مع الأحكام الشرعية، لأنها ترى أنه ربما يكون إغفال لأمر معين، ربما أن أمر معين حدث هنا لم يتم الانتباه له، فكانت تنبه لهذه المواضع وتشارك في الحياة السياسية المعروفة بشكلها الصحيح، وليس بواقعنا هذا المؤطر اللي هو الحياة السياسية في البرلمانات، في الانتخابات، في هذه الأمور فقط، إنما في المعنى العام جدا والمعنى الكبير جدا. فكانت تشارك بشكل سلس جدا ويقبل منها ويقبل كلامها. أستاذة خديجة، أيضا للمرأة حقوق في الإسلام، هناك ممكن من لا تعرف حقوقها في الإسلام، هل ممكن نذكر أمثلة عنها؟ حقوق المرأة في الإسلام كثيرة جدا، أبسطها الميراث. هناك كثير من النساء لا يعرفن مقدار الميراث أو نصيبهن في الميراث، كيف يكون وكيف يتم قسمته وكيف يتم صرفه. أيضا من حقوق المرأة في الإسلام أن لا تزوج قهرا وأن المهر ملك لها، فهي هنا عدم معرفتها وجهلها بهذه الأمور البسيطة جدا يتم ظلمها من خلالها. معرفتها أنه من ضمن حقوقها أن تطلب العلم وأن تتعلم وأن تمارس الحياة وأن تعمل، كل هذه من ضمن الحقوق، لكن هي ترى أن الرجل يتفضل بها عليها فهي تقبل أن يظلمها في هذا الجانب. فهذه أبسط الأشياء يعني في الحياة العادية جدا التي تعيشها المرأة اليوم. المرأة من حقها أيضا أن تطلب من ولي أمرها أن يزوجها، فهي تمتنع عن هذا الحق خوفا أو حياء أو إحراجا أو تحت أي مسمى، فلا تدلي برأيها. من حقها أن تقول رأيها سواء في الزواج ولا غير ذلك بالقبول أو بالرفض أو تدلي بدلوها. هذه من ضمن الحقوق البسيطة جدا. حقوق المرأة هي نفس حقوق الرجل لأنهما متساويان أمام التكاليف الشرعية، لكن بالكيفية التي تتناسب مع نفسية المرأة، مع تكوينها، مع دورها في الحياة. فكل منهما له نفس الحقوق، وليس هناك أفضل يعني شخص أو أحد أفضل من الثاني في هذا الأمر. صحيح، كرمها أيضا بأنه جعل للرجل القوام عليه لكي يحميها ويتكفل بكل مصاريفها، فتظن وترى المرأة هذه القوامة كأنه سجن عليها وأنه خنق لحريتها، وترى القوامة من جانب ضعيف جدا، جانب أن الطاعة فقط، وهو معنى واسع جدا. حتى الرجل يرى مسألة القوامة من الجانب الضيق جدا، ولا يراه من جانب أنه تكليف وليس تشريف. وهذه النظرة الصغيرة والضيقة جدا للأمور هي التي تسبب إشكالية في مسألة القوامة. فما إن تسمع المرأة بمسألة القوامة حتى تهب مدافعة عن حقوقها وأنها ظلمت وأنها سلبت وأنها، مع أن في القوامة حفظ لها وتكريم وتشريف لها وأمر للرجل برعايتها وتولي شؤونها والإنفاق عليها والسهر على راحتها والدفاع عنها والقتال من أجلها. صحيح. وكيف نقتدي اليوم بالصحابيات؟ كيف يمكننا أن نأخذ الصحابيات رضوان الله عليهم كقدوة لنا؟ حتى نستطيع أن نقتدي بهم أولا يجب أن نتعلم ما هو ديننا، حتى نستطيع أن نقوم أو نطبق ما كنا يطبقنه في واقع الحياة. كنا يقومن بكل الأفعال اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى دون النظر للأخريات في المجتمع، فكنا كلهن نماذج في هذه الأمور. فاليوم المرأة مأمورة أن ترجع إلى دينها من خلال معرفة هذا الدين وعظمته وما الذي يأمر به وما الذي ينهى عنه وكيف أعيشه وأطبقه، ولا تستصعب تطبيق الأحكام الشرعية في واقع حياتنا في الواقع الحالي تحت ذريعة هذه أيام صعبة ويصعب تطبيق الإسلام فيها، وهذه أيامنا هي أيامهم. المرأة في الجاهلية كانت في هذا الوضع، وعندما جاء الإسلام وتعلمت المرأة غيرت واقعها من خلال تغيير طريقة تفكيرها هي. فالمرأة اليوم تحتاج أن تغير طريقة تفكيرها في دينها، طريقة تفكيرها في نفسها، في الواقع الذي تعيش فيه، ثم تتبنى الأفكار التي أمر الإسلام بتبنيها وتطبقها في واقع الحياة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. بهذا التطبيق هي سوف تكون تسير في نفس الصف الذي سارت فيه أمهات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والصحابيات رضوان الله تعالى عليهم. أستاذة خديجة، وصلنا لختام هذه الحلقة. في الأخير رسالتك للنساء في هذا الزمن؟
رسالتي للنساء في هذا الزمن: عدنا إلى دين كنا من خلال التعلم، من خلال طلب العلم ومعرفة هذا الدين العظيم، وليس من خلال ما تسمعنا ويردد على مسامعكن من الكلام. يجب أن نعود الآن كلنا لهذا الدين من خلال معرفتنا ما الذي جاء به وما الذي أمر به، وتغيير هذه النظرة وتطبيقه في واقع الحياة حتى نكون نموذج يقتدى به، دون الالتفات للواقع الحالي الذي يطالب بمساواة المرأة برفع أشياء عنها وتكليفها بأمور. لأنه صدقا إذا رأينا الواقع الحالي فنحن النساء نعيش في جاهلية تشبه الجاهلية التي كانت عليها قبل الإسلام من الظلم والقهر وأكل الحقوق، وأن المرأة ليس لها قيمة أو اعتبار، بالرغم أن المرأة الآن قد تعلمت وحصلت على شهادات علمية عالية جدا، لكن يمارس عليها الظلم شاءت أم أبت، عرفت أم جهلت. فنصيحتي لهن: اطلبنا العلم، عدنا لطلب العلم الشرعي وعلم الدنيا النافع لكن حتى تكون مثل أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح. شكرا لك أستاذة خديجة على هذه المواضيع وهذه النصائح الشيقة والجميلة والمفيدة جدا صراحة. شكرا لكم مشاهداتنا الكرام على مشاهدة هذه الحلقة من برنامج قوارير. نلتقي وإياكم في عدد جديد من برنامجنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.